الصين عملت مقابر زجاجية لحتى تشوفوا الميت بعد ما يندفن. ابو ضعيف لا يتفرج لانه حرفيا هالموضوع صاير كتير ترند. الصين عملوا مقابر زجاجية فيكم تشوفوا الانسان اللي جوا منها، والهدف انه تشوفوا طريقة التحلل تبع الانسان وشو بيصير فيه لبعدين. في كتير ناس ما صدقوا الموضوع وقالوا انه لا، الهدف الحقيقي يشوفوا اذا في عذاب قبر او لا مثل ما نحن بنحكي، ويشوفوا اذا الانسان بيتعاقب لما يعمل اشياء مو منيحة او لا. فيديو جديد نزل بالقناة، اذا ما شفتوه روحوا شوفوا. مشكلة انه هاي المقابر صايرة متحف، يعني كل الناس عم تجي وتزورها، وانتشر اكثر من فيديو يا جماعة وحرفيا كانوا مرعبين. الفيديو فيه الهيكل العظمي لشخص متوفي والهياية عم تمشي فوق راسه. في فيديو تاني لهيكل عظمي قام وتحرك من مكانه. طبعا انا عملت ابحاث يا جماعة لحتى اطلع لكم الحقيقة، واللي اكتشفته انه هي طلعت اشاعة. الهياكل هي اجسام لعائلة حاكمة بالصين، حكمت عام 900 والسلطات الصينية قررت انه تحتفظ بهي الاجسام، فبالتالي عملت لهم متحف بهي الطريقة منشان الناس تجي وتتفرج. الفيديوهات اللي عم تنتشر يا جماعة فهي ذكاء اصطناعي، لانه عم تنتشر فيديوهات هالفترة والمقابر هي موجودة من سنين. بس والله يا جماعة لا تنسوا تضيفوني على التطبيق الاصفر.